عارف لما تكون قاعد بالليل على الموبايل تقول هفتح بس 5 دقايق فيسبوك انستجرام وخلاص وهنام على طول، وتلاقي نفسك بعد ساعتين لسه ماسك الموبايل، ريل ورا ريل، فيديو ورا فيديو، ضحك على ميم هنا، كومنت هناك، حد بعتلك رديت، وتبص تلاقي الوقت هوب طار وانت مش واخد بالك. اللحظات الصغيرة اللي ضاعت بتفتكرها مش مؤثرة، لكن تعال نتخيل المشهد يوم القيامة لما تلاقي إن الساعتين اللي راحوا كل يوم اتجمعوا على بعض وبقيوا سنين من عمرك راحت هدر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عارف يعني ايه مغبون؟ يعني خسران صفقة، واحد كان معاه كنز وفرط فيه. الوقت اللي ضاع منك يا عزيزي على لايك وشير وكومنت كان ممكن يبقى صدقة، تسبيحة، دعاء، أو حتى كلمة طيبة لواحد محتاج يسمعها. ربنا قال: وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني كل دقيقة، كل كلمة، كل لحظة هتتسجل. فكر معايا، إيه اللي ممكن نعمله النهاردة علشان نصفر العداد؟ استغفار بسيط وإنت قاعد، صدقة سر صغيرة، ركعتين في جوف الليل، أو حتى تمسك الموبايل وتكتب كلمة طيبة تنفع بيها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني حتى الحاجة البسيطة اللي ممكن تفتكرها مش فارقة ممكن تبقى سبب نجاتك. اسأل نفسك دلوقتي، هل وقتك بيتسرب من غير ما تحس؟ ولو اتعرض قدامك يوم القيامة هتبقى راضي عنه ولا